يا مساء العسل. النهاردة هنعمل مع بعض أول سلسلة من سلسلة الكحك. بس أول حاجة هبتدي بيها هي البيتي فور. هعمل بس كمية صغيرة عشان احنا أسرة صغيرة، فلو حابة ان انتي تعملي كمية كبيرة هتضاعف الكمية والمقادير. لو بتقابلك مشاكل في البيتي فور ان شاء الله ان شاء الله هحلها لك، وكل الأسئلة هجاوب عليها واحنا شغالين مع بعض علشان تطلع معاكي ناجحة بنسبة 100%. وهعملها معاكي كمان بالتفاصيل، لكن لازم تتابعي معايا الفيديو للآخر. من أحلى الوصفات اللي أنا بستناها فعلا إن أنا أعملها بجد، من نجاحها في كل مرة بتبهرني بيها. كمان إن الأسعار دلوقتي بقت خزعبلية، فياريت تلتزمي بالمقادير اللي أنا كاتباها. أنا منار الكيال. ياريت الاشتراك في القناة لأن ده شيء بيسعدني جدا، وياريت تعملوا لايكس كتير وشير عشان توصل لأكبر عدد من الناس، عشان بجد هتتفاجئوا من النتيجة. وهستنى الكومنتات بتاعتكم، ويلا بينا نبتدي. معايا هنا 400 جرام من الزبدة، ياريت يبقى نوع زبدة كويس قوي لأن هي الوصفة قايمة عليه. هو ولا ساقع ولا سايحة، يعني هي بدرجة حرارة المطبخ، علشان لما اجي اضرب بالمضرب الكهرباء تبقى شغالة معايا كويس. ومعايا هنا 175 جرام من السكر البودرة، انا اللي طحناه. ومعايا كمان نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او بتاع الكحك والبسكوت، يا ده يا ده. ومعايا بيضتين، مش صفار بيض، لا انا معايا بيضتين كاملين، ومعايا فانيليا. وهقول لكم ليه. اول حاجه هعملها هنزل بالزبده كلها اللي هي 400 جرام زبده. يا ريت الالتزام بالجرامات. تمام، هنزل بيها كلها اهو، حتى ما خليتش اي حاجه في الطبق علشان يبقى الوزن كله مظبوط. وهنزل عليها بالسكر البودره اللي انا طحناه. لو هشتريه من بره هنخله، لو انا اللي ضرباه خلاص انا متاكده ان هو ما فيهوش اي تكتلات. وهبتدي اعمل بالمضرب. عايزه تعمليه بايديكي براحتك بس هياخد منك وقت. هحاول ان انا اضربه كويس قوي زي ما انتم شايفين اللون اتغير، السكر مع الزبده. وهنزل بالبيضه اول واحده اهي، وهضرب تاني مش كتير، يا دوب بس البيضه تختفي وخلاص علشان الهواء بتاعها هيفضل فيها. وهنزل بمعلقه صغيره فانيليا سايله، بالنسبه لي احسن من البودره اهي. وهنزل بالبيضه التانية وخلاص. ليه هنا انا ما استخدمتش الصفار بس واستخدمت بيضتين كاملين؟ لان اوريدي الوصفه دي هي دايبه، فلو انا خليت بس الصفار صدقيني هي اول ما هتمسكيها هتدوب معاكي. جربي الطريقه دي وقوليلي. اهو تحسوا ان الكميه ضعفت. انا لسه كل ده ما حطيتش الدقيق، بحاول بس انزل الطروف وخلاص. ده البيض، و400 جرام زبده، 175 جرام سكر بودره، وفانيليا، والبيضتين. لغايه كده جميل. اللون اول ما يفتح معاكي كده يبقى احنا كده ضربنا المكونات كلها صح. هتضربي بس في المضرب في حدود 10 دقايق علشان نتأكد ان السكر والزبدة اختلطوا مع بعض. تمام، هبتدي انزل بالدقيق بتاعي تدريجي اهو. عادي ممكن تنزلي مرة واحدة بس انا بنزل عليه تدريجي، واحاول احط حبة في ايديا بس. انا هعملها بايديا اهي. انا هنا مش هلت واعجن، انا براحة ايديا كده بالراحة، بصوابعي كده بالراحة بحاول اقلبها. بصوا بالراحة، انا ما بعجنش. لو عجنتي صدقيني هتخشب معاكي وهتبقى صعبة قوي، هتبوظ. وزي ما قلنا حرام، الاسعار صعبة واحنا محتاجين، واحنا عاملين كمية زبدة حلوة يعني. اهو انا بنزل تدريجي وبحاول ان انا اخلط كله بالراحة ومش كتير.
زي ما قلت لكم اهو. انا سبت هنا في حدود نص كوباية دقيق، علشان انا هقسم الخليط، هعمل حبة بالكاكاو وحبة عادي زي ما نفس اللون كده. لما اقسمها بالكاكاو هزود بقية الدقيق هنا، وهزود هنا نص كوباية كاكاو. واضحة كده بالنسبة لكم؟ يعني مش نازلة بالكمية كلها بتاعت الدقيق، انا سايبة بس يا دوب نص كوباية، في حدود نص كوباية اهي. قسمتها وحطيت على الجزء اللي هو الشمال بقية الدقيق اللي هي نص كوباية، واهو على اليمين اديني بحط نص كوباية دقيق، نص كوباية اسفة كاكاو خام اهو. وكمان بنخله علشان بيبقى فيه تكتلات. تمام كده، علشان ما ينفعش ان انا اكتر الدقيق، علشان لو كترنا الدقيق هتحجر معاكي. لا انا عايزاها تبقى سايله كده شويه، سايبه كده. هبتدي بقى ان انا اخلط الكاكاو كويس، وبرضو بالراحه، انا مش عايزه عجن خالص. اهو زي ما واضح. هخلط بس الكاكاو مع الزبده والسكر والبيض والفانيليا والدقيق اهو. بصوا العجينه عامله ازاي، مش ماسكه نفسها خالص. سبتها ترتاح شويه، وهبتدي ان انا احطها في كيس الحلواني، وهبتدي بقى ان انا اشكل باي شكل انت حباه. انا ما كانش عندي غير الشكل ده فاشتغلت بيه، ما بيقولش لا. اهي ببتدي ان انا انزل. بصوا هي بتنزل بمنتهى السهولة علشان الدقيق مظبوط وكل حاجة مضروبة صح. بضغط شوية، يعني بنزل بالكيس كده شوية اهو. هي مش بتفرش قوي، بس بتفرش بنسبة بسيطة يعني اهو. اكون الاول مسخنة الفرن على درجة حرارة 160 قبليها مثلا بربع ساعة عشان يبقى سخن. لو انت خايفة جربي مثلا في 2 ودخليهم الفرن عشان تتأكدي ان مقدار الدقيق بتاعك كويس، ان هي ما تفرش معاكي او الرسمة تروح. لو انت عايزة تعملي تيست يعني، تسخني الفرن عادي، وقبل ما تعملي الصواني كلها اعملي بس كام واحدة على جنب، دخليها الفرن وشوفي، علشان حرام ما تهدريش. لو التيست دي دخلتيها ولقيتيها فرشت في الصينية والشكل اختفى، يبقى هي كده محتاجة دقيق، ويا ريت تبقى محتاجة دقيق احسن ما تبقى محتاجة حاجة تانية. الصاج اللي يطلع لو سخن استنى عليه يهدى علشان ما تسحش مني. تمام اهو. بعمل الكمية التانية، وزي ما قلنا لو انت حابة تضعفي الكمية يعني تضعفي الكمية اللي انا عاملاها، تضعفيها عادي. يعني بدل نص كيلو اللي انا عاملاه، لا انت تعملي كيلو وتضعفي بقى كمية المكونات. تمام اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا بتتشكل معايا ازاي، ناعمة جدا. انا بس بحاول اظبط الشكل من فوق كده بصوابعي بالراحة اهو. وعلى الفرن على طول على درجة حرارة 160، اكون مشغلاها قبليها بربع ساعة، وهتاخد مثلا 20 دقيقة او اقل كمان من 20 دقيقة. عامة ابقي افتحي وبصي على حسب الفرن بتاعك. يا ريت لما نيجي نشتغل يبقى على صواني صاج، مش سيراميك ولا اي شكل تاني ولا حتى تيفال. هنا في شكل باظ مني عادي برجعه تاني واشكل بيه تاني، ما فيهاش اي مشكله. انا مش دهنه الصواني بتاعتي اي حاجه خالص، علشان انا عارفه ان هي ما بتلزقش. لو انت خايفه من الصواني بتاعتك حطي نقطه زيت وبالمنديل وامسحي.
لو انتي مش واثقة في الصواني. خلصت هنا الكمية بتاعتي اللي بالشوكولاتة والتانية، وبرضو على الفرن على طول السخن، وطلع الباقي. بصوا ما شاء الله الرسمة مظبوطة. هنا سخن كان لسه طالع. بصوا بوريكم من تحت، بصوا شكلها عامل ازاي، دايبة زي بره بالظبط. بس التزمي بالمقادير والمعايير. بصوا ده كده بالبيضتين، مش صفار بيض خالص. وادي الصينية التانية، انا بس بزقها كده بظهر الشوكة اهو. بصوا ما شاء الله، من احلى الوصفات والله، صدقيني بجد هتحبيها جدا. هنا بقى يجي وقت ان انا اشكلها. عامله حمام بخار بشوكولاته بيضه وشوكولاته عاديه، وعندي مربى. انا هنا مش ضرباها، انا مخليها زي ما هي كتل كده، اللي احنا بنجيبها جاهزه من بره. بحس لو انا ضربتها مش هتمسك كويس، لا انا عايزاها تبقى جامده كده، فيها حتت دي بتلزقها اكتر. ابتدي بقى اعمل الاشكال اللي انا عايزاها براحتك خالص، ما تلتزميش باي شكل اللي يطلع معاكي. صدقيني متعه، في كل مره بتعمليها بتبقى متعه شكل. بالذات لو اللي في البيت بيستنوها منك اهي. وهبتدي ان انا اعملها كده بالشوكولاته، اغرقها شوكولاته نص، يعني نص كلها براحتك. وعندي هنا السبرينكل الالوان، وعندي الشوكولاته، وعندي الشوكولاته البيضاء او اي حاجه، او لو عندك حاجه واحده بس كفايه طعم البيتي فور ذات نفسه اهو. صدقيني ان هي من اول مره انت هتعمليها بالمقادير اللي انا موضحاها لك، اللي هي 400 جرام زبده، 175 جرام سكر بودره، نص كيلو دقيق، بيضتين، فانيليا، هتطلع معاكي مظبوطه من اول مره ان شاء الله طبعا. بصوا هسيب لكم انتوا بقى ايه التعليقات دي. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، معلش طولت عليكم المره دي قوي، بس حبيت ان انا اوضح كل التفاصيل وكل المشاكل اللي ممكن تقابلك فيها. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي ويكون الفيديو خفيف عليكم. مع السلامه.